اللي بتتكلمي عن واحد ترك الدنيا وما فيها، ترك كل ذلك واختار أن يبيت في الكهوف. إذا مشاهدينا، هذه الصور الأولى للمنزل الذي كان يقيم فيه أسامة بن لادن في أبوت أباد. أفاد مراسلنا في إسلام آباد بأن حركة طالبان باكستان نفت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. ذهب إلى ربه أسامة بن محمد بن لادن. يقول فرير إن بن لادن تعرض لخيانة من قبل نائبه أيمن الظواهري حتى يكون زعيما جديدا للتنظيم. الظواهري أرسل مرارا ساعيا معروفا لزيارة بن لادن على أمل الكشف عن مخبأ بن لادن السري. فهل يستحق الظواهري مكافأة 50 مليون دولار؟ مضيفا أنه لولا ما سماه الغدر والخيانة لكان الحال غير الحال. 本拉登被击毙，全世界都在关注。追求和平的人们都在庆祝这一大好消息。 بعض اليمنيين رأى في مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن إنجازا كبيرا. نحن نشر أسامة بن لادن، سلمنا شر وسلم العرب شر. بالفعل شيء غريب جدا، يعني زعيم أسامة بن لادن الذي قتلته الولايات المتحدة ينصح أولاده بالعيش في الغرب والتعلم في الغرب من أجل تأمين حياة رغيدة وآمنة، ولا ينصحهم بطريقة الجهاد. حقيقة هذا يدل على أن أسامة بن لادن كانت شخصية تتميز بالتناقض. غياب الحركات المتشددة عن ساحة الثورات العربية له شواهد عدة، فلم نرى مثلا ملتقا واحدا لابن لادن في ميدان التحرير في القاهرة. البعض يتساءل عن موقف المجاهدين في اليمن من هذه الثورات، ولماذا لم يدخل المجاهدون على الخط بشكل فعال؟ كلمة صوتية. فقد تم العثور على فياجرا أعشاب في درج في غرفة نوم زعيم القاعدة بعد دهم منزله. الأرقام تقول أن الأكثرية العظمى من ضحايا القاعدة مسلمون. هجم بيوتنا، لعب بالدول كلها العربية، بهذلنا. هذا بيسمونه نفسهم تنظيم قاعدة، هذا تنظيم تخريبي. ليش تنظيم قاعدة؟ هذا مخربين، هذا يعني ناس شراذمة داخل المجتمع في العالم كامل، ضروري انهم ينقذوهم من هنا. عرس هذا قتل أسامة بن لادن لكل المسلمين. هو نفذ 11 سبتمبر هو نفذ 11 سبتمبر وقالها الرجل في التلفزيونات. وعندهم وجودهم على أرض الواقع في أفغانستان بشكل، لكن بعد الضربة الأمريكية طبعا تشتت التنظيم، قتل كثير من يعني قمة أعضائه. لم نكن أبدا من أنصار القاعدة. خذلته جماعات العمل الإسلامي وهي تتهم فعله هذا بالتطرف. لكل واحد منا يد في دم أسامة. ماذا فعلنا لنصرته؟ أسامة بن لادن يمثل نفسه، ما يمثل أحدا.